صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلأنه لا يوجد شيء يقع في ملك الله بغير تقدير وتدبير وترتيب منه جل جلاله، فإن ما يحدث لنا في هذه الأيام وبالذات في تلك العشر المباركات من إنعامات تتوالى لنا على رؤوس أعدائنا من نقمات ربنا جل جلاله. اخترت أن أبدأ هذا الحديث الليلة معكم، وربما تكون الأربع دل أربع اليتيم. الناس متعودة تقولوا الجمعة اليتيم اللي هي اللي جاي، لا، وده الأربع احتمال يكون الأربع اليتيم. أريد أن يكون بيننا جميعا، أعني المتحدث والسامع والحاضر ومن سيسمع، أن يكون هناك عهد على مراعاة حق هذه الآيات الأربعة، نجعلها خاتمة تلك المدة أو هذه المرحلة أو هذه الحلقات التي نختم بها رمضان إن شاء الله. خاصة وأن مما أكرمنا الله رب العالمين به هذا الكيد السماوي العظيم الذي يكيد به لنا جل جلاله. وأرجو أن متابعي والسامعين يدققوا فيما أقول. أمس كان أعنف ليلة مرت بالكيان الصهيو صليبي المتغطرس المتجبر المتكبر. لحد أمس قالوا إن أمريكا أنفقت 11 مليار دولار، اليوم بتنفق مليار دولار. طبعا أمريكا مش خايبة، هي عارفة هتجيبهم منين تاني، ولا داعي للاسترسال. لا، اللي جاءنا من أخبار ومن مراسلين واستمعنا ورأينا أن أمس كان القصف الأعنف على إسرائيل، وأن أول مرة يرى في سماء المغتصبة من تل أبيب، ما يتقالش سماء تل أبيب، تل أبيب دي يعني إن شاء الله إلى النار خالدين، نار الدنيا ونار الآخرة إن شاء الله. قالوا أول مرة تظهر في سماء فلسطين المغتصبة في رقعة تل أبيب اللي هي أصلا اسمها تل الهوى، الصواريخ الانشطارية. الأمور دي لازم يعني مما أفادني الله به من شيخنا الغزالي عليه رحمة الله، جانا متغامر. أول مرة كان يأتي متغامر بعد 67، رمضان اللي جه بعد أغسطس 67، والجمهور قدامه، وكنا في نادي متغامر. أنا يعني كنت في أولى ثانوي أزهر، كنت قرأت للشيخ كتاب عقيدة المسلم وأنا في تاني إعدادي زي ما قلت لحضراتكم، وشددت إليه، وكانت أول مرة أراه لحما ودما. الجمهور كان بيسقف، قال بتسقفوا على إيه؟ ما تتلوها على المصيبة اللي إحنا فيه. أنا ليه مش شايف الكل قاعد مذهوب بلبسه وزيه؟ بيقول ما شفتش حد لابس جرافته سودا ليه؟
وبعدين بقى استرسل وقال خطط ايه وعسكر ايه. انا شيخ بعمتي دي لو كان عهد الي بوضع خطه للحرب كنت وضعت خطه اشرف من اللي وضعها العسكر واللي اخذونا بها وضيعونا بها. فالعمامه مش معناها ان صاحبها درويش، لا ممكن، وهي الاصل فيها ان هي شاره على ان صاحبها منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من في باب الميراث النبوي. وانا بقلب امبارح في المكتبه لقيت واد رقيع وسافل كاتب مقاله في المقالات اللي هي كانت بتاع العيال اللي بيسموهم اليساريين ولا الشيوعيين، بيكتب عن الاستاذ عن المجاهد اسمه الكواكبي، بيقول ثائر لكن للاسف تحت عمامه، يعني للاسف تحت عمامه. والمصابه كانت البتاعه دي من منشورات وزاره الثقافه عليه لعنه الله، كنتوا عارفينه مين؟ بتاع سكر، لكن للاسف بعمامه، ثائر لكن للاسف بعمامه. خدوا بالكم من المفرد، لان العمامه دي شرف الامه، احنا لبسنا العمامه هذه وتشرفنا بها لندلكم على بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامين سر رسول الله. فالعمه دي رايه بس بتقول لكم اللي عايز يروح لمحمد عليه الصلاه والسلام، انا بقول ان انا البواب بتاعه، تعال جربني. فمن هذه الكلمه الغيوره لسيدنا الغيور سيدنا الشيخ الغزالي وقر في ذهني هذا. عمامه يعني معناته يعني مكان تضعها تثمر وتفعل، لانها وارثه لخاتم النبوات او للنبوه الخاتمه. انا بعممت دي من الكلام ده فهمت حاجات، وهدي لكم يعني بعض عناوين صغيره ليه. بيقولوا اول مره يظهر في سماء تل ابيب الصواريخ الانشطاريه. ايه الصواريخ الانشطاريه؟ طبعا هتقول انت مالك وعايش عارف الصواريخ الانشطاريه يعني ايه؟ تنزل بالشكل غريب كده وتموت وتعمل الصاروخ يطلع يعمل زي الالعاب الناريه، ينشطر، يطلع عدد صواريخ في بطنه صواريخ في بطنه صواريخ. الصاروخ ينفجر يطلع لك 30 40 50 صاروخ. زي اللي عمل في المطاف، اللي ضربت في المطاف في اسرائيل. خدت بالك؟ خد بالك بس من دي. بيقول لك اول مره يظهر، معناها عندي ايه؟ القوى الكبرى بتلعب دلوقتي على المكشوف، والمغفلين هم اللحمه المفرومه اللي بيحشوا بها اسمها ايه يا ابني البتاع صينيه الجلاش. كلته السنه دي؟ طيب المغفلين دول كلهم هم اللي بيتفرموا دلوقتي عشان يتعملوا يحشوا بالجلاش. اما اول مره هي ايران كانت يعني تسبق الصين يستحيل، انما كل من الصين وامريكا فيما يبدو لي كل منهم عنده اسلحه مدخره، فكل منهم عايز يكشف اخر انتاج منافسه ايه، التاجر اللي ريح منه ايه. ما تجيش دي الا بحرب مصطنعه، حرب منضبطه. ولهذا لا، اللي بيدخل بخطوه محسوبه بيرجع تاني، لانه هو عايز انت دلوقتي وصلت اول ما شافوا دي، طب احنا عندنا الصواريخ دي ولا لا؟ لو مش عندنا، طيب عندنا ايه اللي يضاهيها؟ اللي هم صناع الصواريخ دول اللي هم بيلعبوا بعض، واخر الليل بيروحوا يقعدوا على الغرزه وبيحشش زي كده، يحششوا كل حاجه وكفك ومش كفك، وانت بتذاكر من ورايا يالا ده انت طب اسم الهالي. وكل منهم لانه كل منهم راس مالي في المكر والخداع. خد بالك، اما يبقى اول مره تظهر هذه الصواريخ المنشطره في سماء تل ابيب اول مره، معناها ايه؟ التاني عمال يستدرجهم، عايز يشوف التانيين وصلوا لايه. ها؟
زي طيب، قال لك سماء تل ابيب اضيئت امس بالالعاب الناريه. ده ناس بتهزر بقى، اما بيهزروا بيضحكوا على المغفلين اللي قاعدين شغلتهم بس بعد اللي جاي الدوري امتى والكاس امتى مسلسل لا، والمسلسل ادى اظن المسلسل ده كله اتغطى عليه دلوقتي بما فيه مين؟ ابستين. قبل ابستين كمان اتغطى عليه. احنا شله امارتيه كبار بيلعبوا اوراق الجوكر مع الدنيا كلها. ناخد بالنا، لازم بقى نصحى يا اخوانا. هذه المنطقه والله اغنى المناطق، اثرى المناطق واغناها، لكنها اخيبها من ناحيه الهمه والعقل. صحيفه الجراليزيوم بوست الاسرائيليه مع هذا كله قال لك ده 2 قتلى و2 جرح. المحللين زي الدوري وغيره يقول على الاقل اضرب في 10، يعني 10 ده بيقول على الاقل، ومع هذا لا، 10 ما تنفعش. ليه؟ هيئه الضرائب الاسرائيليه ارسلت شكوى لرئاسه الوزراء بتقول لهم ان فيه 9115 دمار ناتج عن الصواريخ. 9115 دمار، دمار ما ينتجش عنه الا 2 و2. يا اخي طب خليك زي مبتلى 5 في 6 في 30 يوم غايب عنه وراح النوم، خلاها 30. وهذا ممنوع وتجريم النشر، انما احنا بناخد من افواههم. انت في حرب. اللي في الحرب ده لابد يكون ذهنه يقظ. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وكانوا في المدينه، اما راح له بعض الصحابه وفزعوا ان الرسول عليه السلام قال من نسائه، فراح بيخبط بقوه على باب سيدنا عمر، فرج قال له ايه في ايه؟ هي الروم دخلت؟ ده راجل عايش بحسه في حقائق الامور. حقائق الامور ان انت انزلنا اليك الكتاب مصدقا ومهيمنا عليه. انا جاي عشان بكتابي اكون زعيم، اكون مهيمن، اكون قائد، اكون امام. الحراميه مش هيسيبوني، اللصوص مش هيسكتوا عليا. سيدنا عمر عايش بالحس ده. شوف من امتى؟ من اول ما هاجروا الى المدينه، ومن قبل ومن بعد ما اسلم. ما واقف لقوه قريش وقال اللي عايز امه تلطم عليه ومراته تولول عليه، من أراد أن تثكله أمه ويتم أن تثكله أمه وترمل زوجه ويتم ولده، يا ابن خلف هذا الوادي. أسلم خلاص، ألسنا على الحق، سيبني دي أنا بقى. أنت كفاية عليك، هديتني صلى الله عليه وسلم، مش هفضل أحملك أوزاري وأعبائي. لهذا اللي عايش بهذه الروح لابد أن يكون متقدما، ولهذا شغلونا عن هذه المعاني بهذه بهذه الرذائل وهؤلاء السواقط. لما يجي ساقط ابن ساقطة ويقول اللي يشمت في اليهود اللي بيدبحوا بيجوعوا أهلك، اللي يشمت فيهم يشمت، ده اللي ما يشمتش فيهم والله ما يبقى إنسان. يا ابن السواقط سيدنا سفيان رضي الله بقبل سفيان، اما ربنا جل جلاله يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اما ربنا يسيبه وينتفخ ويقول لي انا جاي الشرق الاوسط الجديد، انا داخل على تركيا بعد ايران، انا بعد تركيا داخل على مصر، انا بعد مصر داخل على خيبر، سيبه. لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم حتى اذا فرحوا بما اوتوا
ها، اخذناهم بغته.